مساء الخير. هاي عامل ايه؟ ده ميعاد بقى فيلم السهرة في المنى في شرنة. توكل على الله، اتفضل. مساء الخير، وروني كده انتوا كاتبين ايه؟ اكتشف ان مراته بتنزل كل يوم في غيابه. فيلم عن الخيانة. اعشق نوعية هذه الافلام، الخيانة. يا استاذ معلش، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. حضرتك واقف في حته واضحه جدا، يعني دي اوضح حته في الشقه تقريبا. ما انت لو بتتفرج على الاستاذ محمد ده عليه لفه ستاره، ده كان شبه سندوتش الشاورما. انت ما شفتش الفيلم ده اصلا؟ انا ليه كلام مع المخرج بعد ما اخلص الحفله. انا مش فاهم احنا بنعمل ايه. حضرتك ما فيش حد بيلبس الروب دي شامبر ولا ده بورنوس؟ ده في الصاله بره. وبعدين انت ما تخيلتيش باي حاجه في ظهرك؟ حسنه دم لاي حاجه. لا حول ولا قوة إلا يا أستاذ اتكلموا يا أستاذ، ولا اعملوا أي حاجة. الفيلم قرب يخلص وأنت ما قلتوش كلمة. اعمل أي أكشن. أهو، هو ده اللي بيكلمها الخاين. معلش يا أستاذ، هو حضرتك جايبة بورنوس من تيفال؟ الو. لا الحمد لله، رجعت لقيته مش موجود في البيت. لا انا هدخل بقى ايه، يعني انا خلاص غيرت كده وهو زمانه جاي، هقول له بقى ان انا ولا نزلت ولا اي حاجه. تمام. لا أنا هشرب لكم سجاير في السينما بقى. ما أنا زهقت. أنا هعمل إيه؟ ما أنا مش هفضل مستحملكم. ده مش أسلوب أفلام. ماشي، يلا سلام. عادي تنزلي من ورايا كل يوم وترجعي تعملي الفيلم ده. يعني انا مغفل. يا بيه استنى يا بيه، انت مش مغفل ولا انا اللي مغفل؟ انا اللي مغفل اني مصدق ان يبقى لها 3 سنين ما لمحتكش يعني ما. وبعدين احنا داخلين على نهاية الفيلم ولا عرفنا اسمك ولا اسمها. ماشي. ايوه. اهلا انت جيت. انا عايزك تتفاجئي بقى وكده. هو كان بيراقبك، خلي بالك، خدي حذرك. ايه فات؟ ايه يا حسام، الحمد لله على السلامه. ايوه فاتن وحسام يا جماعه دوختونا والله من الصبح. انتوا لو بتتفرجوا على اعمال الاستاذ محمد كنتوا رجعتونا. الله يسلمك. ايه انت كنت فين؟ انا كنت نايمه، لسه صاحي من النوم دلوقتي. انت ما نزلتيش النهارده؟ لا انا من امتى يعني بنزل الصبح كده. ارتبكت يا حسام، وده دليل على الخيانه. كنت نايمه تعبانه يعني ولسه صاحيه دلوقتي. طب عملت اكل؟ بصراحه لا يا حسام، كنت تعبانه قوي امبارح ونمت، يعني راحت عليا نومه. خلاص يا حسام اطلب دليفري. إيه، اصل دي ايام انتخابات، ما حدش فاضي لحد. خلاص مش مشكله، نطلب اكل يعني، جت على النهارده. ماشي يا حسام، معلش بقى حقك عليا. طب تعالى اعمل كوبايه شاي حاجه. ماشي حاضر. استاذه فاتن خلي بالك يا استاذه فاتن، الشك دخل قلبه، وانت من ساعه ما بتلبسي البورنوس التيفال والشك تخلخل الى قلبه. بقى انا جايب لك هديه عيد ميلادك ولا يجي بتخونيني؟ انت يا فاتن، انا عمري ما كنت اصدق كده، بس لازم اعرف انت بتخوني مع مين. ايوه يا استاذ حسام، احنا لازم نوصل للخائن. مين هو الخائن؟ وعايزين نعرف مصدر البورنوس. معلش، وهل تيفال فعلا بيبيع برانس؟ انا وانت وزمان طويل فاتن. حسام نزل اهو، هلحق بقى ننزل واجيلك دلوقتي قبل ما هو يرجع. ماشي. لا استناني بقى في نفس المكان. يلا سلام. يا استاذ حسام، يعني كل مره مكان بتستخبى فيه ولا اروع. ولا حضرتك بتبهرني في الدراما. ماشي يا فاتن، انا لازم اعرف انت بتروحي فين. الحق يا استاذ حسام، ده راكب معاه العربيه. خاين وكمان جاي مواصلات، ده غريب جدا. ما كفايه يا استاذ حسام اللي انت بتعمله ده مش طبيعي. ده مش اماكن تستخبى فيها. انت ممكن تتشاف في المرايه كده. بتعمل ايه يا استاذ حسام؟ بتعمل ايه؟ هو مش هيبان في زاويه التصوير؟ احترموا عقول المشاهد.
على فكره يا استاذ حسام، انا عايز انبه حضرتك لحاجه. يعني انت ممكن نقبك بقى يطلع على شونه وتبقى هي مجرد جايه تقضي منه، وان شاء الله يبقى قضاء اخف من قضاء ومش خيانه ولا حاجه. اسمع يا حسام، انا عارفه بنتي كويس قوي وعارفه انا مربيها ازاي، وما اسمحلكش تتكلم اي كلمه عن بنتي. خلاص زعقتي وخلصت كلامك. انا معايا فيديو هيوريك كل حاجه فيه. ايه اللي معاك فيديو؟ يعني انت اصلا مصور باب العربيه، انا كنت هناك وشايفك. انا مش هشوف فيديوهات، انا جيت معاك بس عشان اسال بنتي. ماشي، انا هوريكي كل حاجه بنفسك عشان يبقى صوت والصوره قدامي. انا مش عايزه اشوف اي حاجه. يعني على فكره بقى يا حاجه، انا ولا اعرف حضرتك ولا اعرفه، معلش، بس انا بقى بشوف الفيلم من اوله. حسام عنده تراست ايشوز. يعني ايه مش هتشوف اي حاجه؟ وما هتصدقي الكلام ده ازاي؟ انا بقول لك انا عارفه بنتي كويس قوي، انا اللي مربياها. خلاص ادعي بنتك بقى واساليها. ما تخافيش يا فاتن، ما تخافيش، كلنا معاكي. اهم حاجه اتخلصتي من البورنوس ولا لسه معانا؟ اهي الاستاذه وصلت اهي. اهلا يا هانم، اقعدي. ايه الكلام اللي جوزك بيقوله ده يا فاتن؟ كلامي ايه يا ماما؟ هو في ايه بالظبط؟ لا مفيش حاجه يا فاتن، احنا بس عايزين نطمن، هي خيانه ولا ادمان؟ اللي فيه ايه؟ في اللي انت كنت قاعده مع واحد دلوقتي في العربيه وبتكلميه، وجيتي من امبارح داخله كده وانا اصلا ماسك لك هديه ومستنيكي، ولبست البورنوس يا استاذ حسام. دخلتي لبست روب واتصلت قلت له كويس اللي هو جوزي مش موجود هنا، وصورتك فيديو يا ماما صوت وصوره. استاذ حسام، عارف يا استاذ حسام، لو طلعت انت اللي غلطان وهي مش غلطانه، احنا طالعين على طريق عايزين ربنا يكرمنا. عشان ما تفش تنكري، اتفرجي يا حبيبتي، انت بتشك فيا يا حسام؟ اتفرجي بس. ايه يا حسام؟ ماشي سيبك من الفيديو، انت بتشك فيا؟ انا بقالي قد ايه عايشه معاك؟ اتفرجي. لا خلي بالك يا استاذه فاتن، احنا كلنا غلطناه. لا كلنا وقلنا له ان كان على الادمان نتعالج عادي. يا ماما يا ماما بصي شوفي مين معايا في الفيديو يا ماما، ورد انت عليه يا ماما. بصي يا ماما، بصي شوفي الفيديو يا ماما. راجل اهو، راجل ايه ده؟ صح. جبريل؟ جبريل؟ ايه ده؟ الديلر اسمه جبريل؟ ده حاجته حلوه؟ جبريل؟ انت بتكلمي ليه؟ انا مش قلت لك احنا مستعارين منه وما تتكلميش معاه تاني؟ حسام، احنا دخلنا دلوقتي في مشكله جديده. طنط اشترت من راجل واضح ان حاجته ما عجبتهاش، عشان كده عايزه تقطع. لا يا حسام، الموضوع بيكبر. اه والله. يعني انت عارفه الموضوع؟ مين جبريل ده ان شاء الله؟ مين جبريل ده؟ يا حسام جبريل ده هو انتوا محمد سامي عضتكم كلكم؟ ما تقفلوا الفيلم عادل. عايز اعرف النهايه، بس النهايه متوقعه، هيطلع اخوها. ما الاستاذ محمد عملها قبل كده، وكان معاه لفيف من الاساتذه، الاستاذ اسلام، كان حتى يرتدي بزه سوبرمان، ساعتها تالق جامد قوي في الدور. حرام بقى، حرام بقى، ما تعبوناش بقى، ما تعب. هولع لكم سيار جوه السينما بقى.